بات المسلمون أم المسلمين؟ لا، بات المسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ يوسف مدن، أستاذ اللغة العربية والتربية الإسلامية بالطور المتوسط. لازلنا في سلسلة دروس السنة الأولى تلاميذ المتوسط. اليوم عندنا إن شاء الله تعالى كان وأخواتها. سنتعرف على أمرين اثنين مهمين جدا في هذا الدرس، ألا وهما ما هي أخوات كان وما هي معانيها، هذا الأمر الأول، ثم ما هو عملها. وسأتعرف على الحالات التي ستأتيك في الفرض والاختبار. هل دائما على شكل مفرد؟ قال مثلا قال الشمس مشرقة، أصبحت الشمس مشرقة، هل دائما على شكل مفرد أم هناك فيها صيغة أو صيغ أخرى؟ فانتبه إلى هذا الدرس جيدا جدا جدا. أخوات كان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 والأربعة 13. 13 أختا، 13 اسما، عفوا أخوات كان هي أفعال ماذا؟ أفعال ناقصة، هذا أمر مفروغ منه، فتدخل على الجملة الإسمية، هذا عملها، فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها. لكن سأركز على المعاني. كان أو كان ماذا تفيد؟ كان باختصار شديد تفيد الزمن المخصوص. تفيد ماذا؟ الزمن المخصوص. مثال اكتبها بالأحمر. مثال: كان عمر رجلا عادلا. انظر، فهذا يفيد ماذا؟ التخصيص أو الزمن المخصوص. أصبح، ماذا تفيد أصبح؟ تفيد الصباح. تفيد ماذا؟ تفيد الصباح. مثل: أصبحت الشمس مشرقة. أضحى، ماذا تفيد أضحى؟ تفيد الضحى، يعني زمن الضحى. فمثلا تقول: أضحى المهندس مهتما بعمله. أمسى، يعني من خلال اسمها تفيد المساء. مثال: أمست السماء مغيمة. ظل، ماذا تفيد ظل؟ يعني تفيد البقاء الشيء، تفيد طول النهار. تفيد ماذا؟ طول النهار. مثال: ظل العامل في مكان عمله. بات، يعني وكأننا دخلنا في وقت الليل. إذا كان ظل طول النهار فبات فهي طول ماذا؟ فهي طول الليل. مثال: بات النجم مضيئا. بات النجم أو بات القمر مضيئا مثلا. صار، ماذا تفيد صار؟ صار تفيد ماذا؟ التحويل. تقول: صار التلميذ الكسول نجيبا. صار التلميذ الكسول نجيبا. ليس، ماذا تفيد ليس؟ تفيد النفي. فتقول: ليس تقول مثلا: ليس الكذب شجاعة، أو نوع من أنواع الشجاعة. ما دام تفيد الدوام. أعطيها لك باختصار، تفيد ماذا؟ تفيد الدوام. مثال: سأجتهد ما دمت حيا. ما فتئ وما انفك وما زال وما برح تفيد الاستمرار. مثال تقول:
ما فتئ العدل يسود. هنا خبر ما فتئ على شكل جملة فعلية. بالنسبة لعملها ترفع الأول ويسمى اسمها، تنصب الثاني ويسمى خبرها. مثال، أي مثال؟ بات مثلا أصبحت الشمس مشرقة. انظر، أصبحت الشمس مشرقة، فأقول في أصبحت. مثال، أصبحت فعل ماض مبني على أصبح فقط. أصبح فعل ماض مبني على الفتح. فعل ماض ناقص مبني على الفتح، والتاء التأنيث الساكن لا محل لها من الإعراب. الشمس اسم أصبحت مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مشرقة خبر أصبحت منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الآن في حالة المثنى أو الجمع، وركز جيدا، المثنى بماذا يرفع؟ يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. لو قيل لك مثلا مثال، تاع بات النجم لامعا. بات النجم لامعا. صغها في حالة المثنى هل دائما تأتيك على شكل مفرد؟ لا، قد تأتيك على شكل ماذا؟ مثنى، فتقول بات، انتبه، بات النجم لامعا. تقول بات النجمان أم النجمين؟ لا، بات النجمان لامعين. حذاري، لأن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. مثلا تقول بات المسلم، انظر، بات المسلم ذاكرا. بات المسلم ذاكرا ربه مثلا، ذاكرا. فتقول مثلا سأحوله إلى جمع. انتبه، تقول بات المسلمون أم المسلمين؟ لا، بات المسلمون ذاكرين ربهم. لماذا؟ لأن الجمع مذكر سالم سيرفع بالواو، ولا أن اسمها ماذا؟ يرفع. لكن في حال الجمع المذكر السالم لا يرفع بالضمة، وإنما سيرفع بماذا؟ بالواو، وسينصب بماذا؟ بالياء. إذا حضر في حالة، هنا في حالة المفرد، وهنا في حالة المثنى، وهنا في حالة ماذا؟ الجمع. أعطيتها لك 3 حالات، لعله ربما تأتيك في الفرض أو الاختبار إعراب إما اسمها أو خبرها، فهو ليس دائما ماذا؟ ليس دائما على شكل مفرد، قد يكون مفرد أو مثنى أو الجمع. واستذكر قاعدة ماذا؟ المثنى والجمع مذكر سالم المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، والجمع مذكر سالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. هذا هو كان درس لكان وأخواتها. لكن بشكل عام سيأتيك الإعراب، ماذا؟ الإعراب أو استخراج إما اسم كان أو إحدى أخواتها، وكذلك ماذا؟ خبرها. بالتوفيق والسداد. كان معكم أستاذ يوسف مدن. تهلاو في رواحكم. السلام عليكم.